مساء الخير أصدقائي حبايبي زملائي، مساء الخير. كترنا اليوم بوستات شوي، بس كان اليوم حقيقة مميز باللي صار فيه، سلبا وإيجابا مميز. آه، طلعت على المحكمة اليوم أول مرة بعد الثورة، بعد سقوط النظام بيكون عندي شغل بالنيابة العامة. فدخلت سألت مين معاون النيابة أو رئيس النيابة المناوب، باعتبار عرفنا كلنا أنه منصب المحامي العام ألغي وحيدوه على جنب. يعني صار الأستاذ هيثم حرفوش اللي كان محامي عام تحول إلى رئيس نيابة أول، يفترض أول يعني. سألت من أجل إحالة معروض إلى الشرطة، معروض بموضوع ابتزاز وتهديد شخص للنيل من كرامته وتهديد بالقتل. جاوبوني، دلني أحد رؤساء النيابة إلى قاضي شاب جالس على مكتب، واضح أنه ليس من طرطوس، يعني محترم الزلمة ومهيوب هيك شكل، عمره حوالي 35 عام، ما عرفت الاسم والله لحد الآن. قرأ المعروض، قال والله مر موكلك لعنا من كم يوم وقلنا له انه هذا ما بيجوز لانه خلاف مدني. قلت له سيدنا يعني كان جوابي انه هذا مستند الى مواد واحد اثنين ثلاثة، يعني خلاف مدني، يعني مدعي عم يتخذ صفة الشاكي، وبالتالي بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى، تجبر وليس اختيارا، تجبر. وهذا من القانون الذي وضع بعتقد 1950 إلى 52، مو جديد يعني. قال لي لا أستاذ، هذا أنا ما بحوله، هذا خلاف مدني. قلنا له أوكي ماشي، اكتب لنا انه النيابة ترفض احالته الى قيادة الشرطة باعتبار الخلاف، باعتبار النيابة ترى ان الخلاف مدني، لانه نحن بهالعملية بيكون لنا مرجع استئنافي هو محكمة استئناف الجزاء، بنستأنف قرارك ومحكمة استئناف الجزاء تقول كلامك صحيح او كلامنا صحيح، لكن شو شغلة المحامي؟ شو انا كاتب استدعايات او معاريض يعني؟ قال لي لا انا ما بكتب لك شيء. هون دخل في جرم انكار العدالة. جرم إنكار العدالة هو امتناع القاضي عن الإجابة أو إعطاء القرار. كل الناس ممكن تسكت وتمتنع ويفسر سكوتها رضاء أو قبولا أو إنكارا، إلا القاضي ممنوع عليه السكوت. قلنا له أستاذ نحن ما بنعرف بعضنا، وحضرتك مانك من البلد من هون، وحقك أهلا وسهلا فيك، أنا محامي قديم وأعرف ماذا أقول. قال أستاذ هذا رأيك، يعني اعمل اللي بدك إياه. قلنا له ماشي رح نعمل اللي بدك إياه، بدنا إياه. على كل نحن متقيدين بتعليمات وزارة العدل وبتعليمات السيد وزير العدل وبما ورد من تعاميم أخيرة عن السيد وزير العدل، الكل اطلع عليها والكل عرفان شو قصدي، يعني مو إشكال ما عندنا فيها. ولكن لفت نظري اليوم يعني الصمت المطبق بالنيابة العامة. احنا عندنا حوالي 10 إلى 15 قاضي، ومنهم الأستاذ الذي تناقشت معه اليوم، ما عرفت شو اسمه الحقيقة، ما عرفت شو اسمه يعني، مع احترامنا للجميع، وهو كمان كلهم خريجي المعهد القضائي الذي أنشأه بشار الأسد، وهو كانت خطوة حطت من عمل القضاء ومن قيمته.
برجع بقول مع احترامي للجميع وأتكلم من خبرتي في المحاكم وليس من عبث. يا أخي القاضي يكون صدره رحب، شخص عادة بالقاعدة العامة اصطفاه الله ليكون نائبا عنه، أنا هيك بسميه، في الحكم بين البشر وإحقاق الحق ووضع العدالة موضع التنفيذ. القاضي عنا تحول إلى أداة بيد السلطة، عم بحكي على أيام النظام الساقط الفاجر. القاضي تحول إلى أداة لتنفيذ مآربها. القاضي تحول إلى شخص يدفع ما فوقه وتحته ليحصل على منصب قاضي. أكيد اللي بيدفع شيء ما راح يقعد بلا ما يرجعه. طبعا كلامي مو عن الأستاذ اللي عم أحكي عنه اليوم، وأنا أتكلم بكل حريتي ولا أخشى أحد، يعني لا أخشى أحد وما بجامل حدا. أنا عم بحكي عن القضاء بشكل عام. ما زلت ضد تحييد القضاء، واليوم كتبت بوست بهذا الخصوص. شو هالتحييد للقضاء هذا وللمحاماة؟ صافين القضاة والمحامين على جنب، لا حدا بيبدي رأي إلا قلة، إلا القلة. أنا أتابع من دمشق أساتذة محترمين بحبهم كتير ولو غيابيا، يعني الأستاذ عارف الشعال، الأستاذ باسل سعيد المانع، الأستاذ خربطلي نبيل خربطلي. أنا بتابعهم وبشوف شو عم يكتبوا وبشوف شو عم يحكوا. طبعا رأيهم مثل رأيي، بس أنا ما شفت كتار أكتر من هيك. يعني أنا قد يكون في ناس ما عم تابعها على وسائل التواصل، ولكن ما شفت أكتر من هيك. يعني يا أخي بدون قانون لا تحيا الأمم ولا تنتظم المجتمعات، ولا يحصل صاحب حق على حقه، ولا يدان إنسان مفتري أو ملوث. هالتحييد الفظيع للقضاء والمحاماة أنا أعزوه إلى طبيعة هؤلاء الأشخاص من قضاة ومن محامين. شو هالقضاة القاعدين اللي ساكتين، لا بيتحركوا ولا بيحكوا ولا حدا بيبدي رأي ولا حدا بيكتب لي كلمة على فيسبوك؟ من شو خايف؟ يحيلوك لمجلس القضاء؟ يحيلوك. إذا كنت عم تحكي حق يحيلوك لمجلس القضاء. يعزلوك؟ يعزلوك. يعزلوك. روح اشتغل محامي. هني ما رح يعزلوك بسبب الفساد. روح نزل اشتغل محامي، اشتغل غير محامي، اشتغل أي شيء. بتكون اسمك شخص عزلت لأنك قلت كلمة حق. احكوا، أعطونا رأيكم باللي عم بيصير، أعطونا رأيكم بالأحداث، أعطونا رأيكم بالقوانين اللي عم تصدر والقرارات الإدارية اللي عم تصدر. شو هالسكوت؟ المحامين ليس لكم أي عذر، وأي عذر تقدموه سيكون عذر أقبح من ذنب. أبدوا رأيكم بما يحصل، احكوا، تكلموا، تكلموا. أم أن الجهل يحكم، والجهل صديق الخوف؟ شو هالسكوت هذا الماله طعمه؟ أخي خلونا نعطي رأينا. قد تكون الإدارة بحاجة رأي، قد تكون الإدارة بحاجة. أحييك أستاذ عارف، أستاذ خربطلي، أستاذ مانع، أحييكم لما بتسلطوا الضوء على قرار صدر خطأ لو إجرائيا. كل محبتي لكم، بسلطوا الضوء على أي قرار يصدر وبيساعدوا. هدول محامين، هدول رجال قانون. ادخلوا على بروفايلاتهم وعلى صفحاتهم على فيسبوك وشوفوا كيف بيحكوا انه القانون كذا او القرار كذا صدر بعيب كذا او صدر بصحة كذا او صدر بكذا او كذا. تعليقاتهم كان سلبا وكان ايجابا. اقوالهم حول القرارات التي تصدر. كيف بدك تبني امة بالبارودة؟ رح اقتبس من السيد احمد الشارع قوله: الثورة او العقل الثوري لا يصلح لبناء دولة. الثورة تجي على نظام فاجر قاهر
تكمشوا هيك بتكبوا بالزبالة. انتهينا وبس، انتهى دور الثورة. الثوار نفسهم يجب أن يبنوا دولة، بس مو يبنوا دولة الثوار مثل ما انكم فهمانين يا أصدقائي اللي عم تسمعوني هلأ. وأنا بعتقد قادة الثورة موافقيني على هالكلام. بناء الدول لا يتم بعقل قادة الثورة. قادة الثورة تنحصر مهمتهم بالنواحي الأمنية بعد نجاح الثورة، والحفاظ على وحدة البلد وعلى سلامة أراضيها، ومنع كل ما يمس بهذه السلامة وبهذه الوحدة. وما برأيي أنه في قائد ثورة قادر يستغني عن عقول قانونية أو عقول علمية أو عقول فكرية أو عقول أدبية. أشك. وعبر التاريخ، وأنا قارئ للتاريخ، الإحجام مننا منكم. يطلع له كم محامي يعمل كل يوم بس مباشر، كل جمعة بس مباشر يحكي مثل ما عم نحكي. ساعدونا. نحن ما لنا ضد حدا، نحن نسعى لاستثمار هذه الثورة. وما بتصور حدا من أحمد الشرع إلى مرهف أبو قصرة إلى أسعد الشيباني إلى أنس خطاب إلى أردوغان نفسه إلى ترامب يقف ضدي في هذا الكلام. أنا أساعد الثورة ولا أقف ضدها. أنا لما أسلط الضوء على تصرف خاطئ وفق القانون من السيد القاضي مثل اللي حصل اليوم، أنا لا أهين القاضي، أنا الجانح الآخر للعدالة. أنا إذا بروح المحكمة ما عاد فيها تشتغل، القاضي سيترك كرسيه ومكتبه. إذا بروح مهنة المحاماة مهنة قديمة وعريقة. القضاء عبر التاريخ لإحقاق الحق. لما طلعت مهنة المحاماة طلعت مشان مساعدة القضاء بالدرجة الأولى وليس للنيل من القضاء. لا، القاضي بالنهاية إنسان يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. ما لها إهانة يا شباب يا أصدقائي إذا رجال القانون قضاة قبل المحامين أبدوا الرأي. شو رسمها لها؟ شو رسمها لها؟ بده يعزلك؟ ليش بده يعزلك؟ ما حدا بيعزل حدا. عيون العالم كلها مسلطة على سوريا. إذا أبديت رأي حضرتك كقاضي خايف يعزلك؟ ليش؟ أو اسمحوا لي بكلمة كاد المريب أن يقول خذوني فهموا على كيفكم. احكوا، ابدوا رأيي. الموجودين بطرطوس أوادم وأنا شفتهم، عم بقول لكم يوم آخر شخص شفته هو السيد رئيس نيابي اللي عم نحكي عنه هلا. ماني متفق معه بالرأي، ولكن لا يفسد للود قضية، لا يفسد للود قضية. رأيه هذا القانوني. اختلفت معه لما طلبت منه أن يرفض كتابة، قال لي أنا لا أكتب. قلت له هذا إنكار للعدالة، أنت تنكر العدالة وهذا جرم يرتكب من قبل القاضي ويحاسب عليه في القانون وموجود في القانون. جرم إنكار العدالة، امتناع القاضي عن الرد في قضية معروضة أمامه. ولها تبعاتها في مجلس قضاء أعلى، في محكمة نقض، في تفتيش قضائي. هذا بينحل بالقانون. أما سكوتكم وهالريبة اللي عايشين فيها وهالخوف وهالفزع وهالوجل، هذا ما عجبني اليوم لاحظته. شو هذا؟ ليش؟ كن قاضيا في أخلاقك وكن محاميا في تصرفاتك وبس. لفت نظرنا اليوم كمان، كتبت عنه أنا بوست
بيقول التقى السيد بيدرسون مع النقابة المركزية. يعني مع احترامنا لزملائنا بالنقابة المركزية، يا أخي تواصلوا معنا، حاكونا، خلونا نحس إنه في حدا بالنقابة المركزية. نحن حتى الآن لا نعرف أسماءكم، لا نعرف عمركم المهني، لا نعرف من أي محافظات تنحدرون، مع احترامنا للكل، الكل على راسنا يا عمي. بس تواصلوا معنا، تواصلوا مع النقابات. بتفوت على فرع النقابة بتسأل عضو مجلس نقابة مين كذا بالنقابة المركزية، بيقول لك ما بعرف. طبعا الأسوأ هو هالعضو مجلس النقابة اللي ما بيعرف، اللي لسه قاعد محله ما بيستقيل. روح استقيل، لك شايف حالك ما بتعرف، روح استقيل، روح. بجوز هن ناطرينك تستقيل. برجع بوجه التحية وأرفع القبعة لفرع نقابة محامين في حلب. عم تخلونا نحس إنه هذه ليست سلطة ثورية، عم تخلونا نحس إنها ثورة سلطوية. فرق فظيع بين السلطة الثورية اللي هي بتجي بعد إزاحة النظام والقضاء عليه وبتأسس لمستقبل جديد، وبين الثورة السلطوية اللي هي الثورة اللي بتجي بدها تتسلط على الرقاب. ولا أتصور هذا الأمر، استبعده. نرجع بغض النظر على الانتهاكات اللي عم بتصير بالأرياف، حمص حماة كذا 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 عم نسمع عنها كل يوم. والله أنا شخص لم أتأكد حتى الآن من صحتها. إن شاء الله يكون الأخبار غير صحيحة، إن شاء الله. بدي أحكي شوي عن طرطوس. يا أخي كل يوم عم تابع هالبوستات، خصوصا اليوم عم شوف انه الكهرباء بالمحافظات عم تقطع 8 ساعات تجي ساعة. هلا كله سيء، كله ابشع من بعضه. 8 ساعات تجي ساعة. المحافظات اللي بتنظلم كتير 8 ساعات وبتجي ساعة. اليوم جنة الدنيا بدمشق، قال يا اخي دمشق شو هذا؟ شو 10 ساعات بساعة؟ اهلين. والله طرطوس احيانا اكثر من هيك وساكتينها. دخيل عيننا الطرادصة ما اشطرنا. لكن نحن اي سلطة بتحبنا منغمض وبنمشي ايه مثل ما بدكن. يلا هاي التراصة، لبقى تجيبوا سيرة التراصة على فكرة ولكل الطوائف. برجع بقول أنا لا بعتبر حالي علوي ولا بعتبر حالي سني ولا بعتبر حالي إلا مسلم فقط. أؤمن بالله عز وجل محمد رسول الله فقط. طرطوس ساكتة على موضوع الكهرباء. أجور النقل في طرطوس نزلت على 1000 كما نقرأ في كل المحافظات، إلا في طرطوس بقيت على 4000 وال5000 كذا ضمن المدينة. لكن هي أفقر محافظة يا جماعة، أفقر محافظة. ثمن ربطة الخبز لم تنزل في طرطوس عن 4 إلى 5000 ليرة برسم المعنيين. هل هو عقاب لطرطوس أم هو سهو عن تطبيق ذلك، أم هو على مبدأ إن كنت لا تدري فهي مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن شاء الله تكون لا تدري، لأن لا يدري بيدري بعدين بيصلح. طيب، عدد المتضررين من قرار السيد وزير التربية القادري 23,000 معلم ومعلمة. هذا يعني 23,000 أسرة، 23,000 أسرة متضررة من هذا القرار. سمعنا أنه تم تجميده لفترة مع إجازة للمعلمين بتقديم طلبات نقل حتى يسوى الوضع. إن شاء الله يا رب. الرجوع عن الخطأ فضيلة يحمد عليه فاعله. بتمنى نرجع لحديثنا عن النقابة المركزية تبعنا. ما فيني اطلع برا قصة المحامين أنا، واللي شفته اليوم أثر فيني كتير. يعني السيد بيدرسون اجتمع مع نقابتنا المركزية، قال وأبدت رأيها، أخبرته عن جهودها في مجال اللجنة الدستورية وأخبرته عن خطتها للعمل. طيب يعني يا بيدرسون والله هل أنت ساذج؟ يعني جاي على النقابة المركزية المكونة من 7 أعضاء وضعتهم السلطة الثورية. طبعا أنا ماني فيهم،
بس جاي تسألهم عن نفس الأسئلة تبع السلطة اللي سألتها للسلطة الثورية، ما معروف بدهم يجاوبوك مثل ما جاوبتك السلطة الثورية لأنهم تابعين لها، وهم مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، وهم صرحوا بذلك يعني، والسلطة الثورية صرحت بذلك. يعني هالتضييع الوقت لشو؟ خسرتنا ضيافة بس. شكرا. قولة الأستاذ خربطلي، المحامين ما فاضيين لك يا بيدرسون، المحامين ملتهين بالبحث عن 300 ألف إسعاف وتعاون اللي انحرموا منها. بس معلش أستاذ، مثل ما انحرموا باقي الموظفين من رواتبهم وما زالوا محرومين، الله يستر إذا بياخذوا الراتب الجاي كمان. أنا اعتمدت من اليوم انشر مقتطفات من الدستور التركي، أقرب دولة غربية رح أعتبرها إلينا في العادات وفي التقاليد وفي الحدود والمسافات. نشرت اليوم جزئين، أنا ما راح أنشر الدستور التركي كله، راح أقتطف الشغلات اللي بتهمنا وبتهمكم. نشرت اليوم جزئين بتمنى تشوفوهم. الجزء الأول يتعلق بشكل الدولة كجمهورية علمانية مدنية، جميع المواطنين متساويين بالحقوق والواجبات، لم يأتي أحد على ذكر الديانات، لم يأتي أحد على ذكر العرق ولا اللون ولا الجنس بين رجل وامرأة. بتمنى تقرأوه، صرت ناشر فيه منشورين اليوم، كل يوم راح انشر لي منشور منشورين، لأن الدستور التركي تفاجأت أنه كبير كتير، ضخم الدستور التركي. طبعا دولة عريقة، ما فيني انكر تركيا دولة عريقة، وانا معجب بتركيا كتير يعني، كتير معجب فيها. دولة ما فيها ثروات معدنية، ولكن استطاعت ان تصل الى مراتب متقدمة في علو الاقتصاد. حجم التبادل الاقتصادي مثلا بين تركيا وروسيا قد يصل الى اكثر من 100 مليار دولار سنويا. تخيلوا الدولة الصناعية الضخمة تركيا اللي ما فيها ثروات، لا فيها نفط ولا فيها غاز ولا فيها فوسفات ولا فيها سيليكون ولا فيها شيء. تركيا. هكذا تبنى الامم، هكذا تبنى الامم. أجمل قرار طلع بهاليومين اللي مضوا، قرار رفع إلغاء الضرائب عن استيراد المواد اللازمة للإنتاج والمعدات. طبعا يا أخي سوريا، نحن كل عمرنا بنسمع الحلبي والأرمني والكذا إنه عقول صناعية فذة. افتحوا المجال، ولك يسر لها، ولك المبدأ العالمي اللي بيقول ليزس فير، إنه افتح، دعه يعمل دعه يمر، لك خلي العالم تشتغل. المواد الأولية الغير ضرائب عليها نهائيا، الغير ضرائب إلا ما يصنع منها في سوريا. انا ولا في شيء يصنع في سوريا، انا بقول لك لك حق تفرض ضرائب على ما يصنع في سوريا، ولكن ما في شيء يصنع في سوريا. سوريا بلد عبرت عليه حضارات كتير وعبرت عليه دول كتير، ونقطة التقاء بين الشرق والغرب بعادات هذا الشرق وبعادات الغرب. شوفوا التمايز الفظيع بين عادات الشرق والغرب اللي صارت سوريا نقطة الالتقاء. مطمع سوريا، سوريا مطمع، ولكن مطمع جميل، تستفيد. ومرت عليها أزمان سوريا استفادت من إنها مطمع. هذا اللي بيكون اسمه المصيبة المفيدة. عظيم، عظيم. ولكن سوريا لا يمكن حكمها إلا بحكم مدني. ليش؟ أنا إلي مبرر. توالت على سوريا ديانات الأرض كلها، الثلاثة اللي بنحكي فيهم، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأسست هذه الديانات في سوريا حضارات متعددة الواحدة تلو الأخرى، وما زالت حتى الآن نتيجة التعايش ونتيجة انفتاح الإنسان السوري، ما زالت الديانات الثلاثة موجودة في سوريا. ما في وحدة قضت على الثانية أو دعت إلى انقراضها. لذلك تيجي تحكم سوريا بحكم خالص إسلامي مثل السعودية مع احترامنا، أو مثل إيران، لا لا، ما بتزبط هي، ما بتزبط. هدوك ما كانوا بلدان متعددة الديانات، سوريا بلد متعدد الديانات، لذلك لا يمكن حكمها بديانة متفردة. أنا مسلم وأفتخر بإسلاميتي وأرفع رأسي، ولكن لا أستطيع إنكار وجود المسيحي ولا أستطيع إنكار وجود اليهودي، إخوتي في الأرض وإخوتي في الوطن جميعهم، وأنا بلاهم ما فيني أعيش، وغيري كتار منهم بلاي ما فيني يعيشوا، كتار غيرهم بلاي ما فيني يعيشوا. اختلفنا بعدين على
حق معاوية رضي الله عنه أو سيدنا علي رضي الله عنه على الخلافة، من سيتولى خلافة رسول الله. اختلفوا مع أنه الاثنين المذكورين رضي الله عنهما معا ما أنهم سوريين، من شبه الجزيرة العربية ومن قريش، ولكن نحن شاءت الأقدار أن نختلف نحن عليهما، أن نختلف نحن عليهما. شو بنعمل؟ نصيبنا وقدرنا. على كل حال، رحم الله الطيبين وأسعدكم وأبقاكم. بهمنا مشاكل الإرهاب الوظيفي اللي تحدثت عنه امبارح، ما زلت مصر على التسمية الإرهاب الوظيفي. المشاكل تنتهي، بهمنا عجلة الاقتصاد تسير، بهمنا تفتح الدوائر حتى تتمكن عجلة الاقتصاد من إكمال دورتها. وبرجع بذكر الكل، يجب على كل شخص منا أن يؤمن بالآخر، وإذا ما كان كل واحد منا بده يحب التاني، طبعا ما أحكي عن الطوائف فهمانين عليه والأديان، تذكروا جميعا أن الدنيا دولاب. لا يجوز أن آتي الآن لأحاسب من يختلف عني بالمولد، لأنه بكرة إذا دار هالدولاب بدي افتح له مجال يحاسبني. لعن الله آل الأسد من جد الجد إلى ولد الولد. هيك عملوا. لهيك بقول أنا لم يمر على البشرية أسوأ من هذه العائلة أبدا. مبروك لكم رجعة المرفأ يا طراطسة، إخواني الطراطسة، مبروك عودة المرفأ واسترداده تحريره من الشركة الروسية التي تبين أن القاطرجي يملك نصفها. سألني الأستاذ رائد، المهندس رائد من شوية، قال لي مين النصف الثاني؟ قلت له للشعب. طبعا مو للشعب، أستاذ رائد، مو للشعب، لا إلك، روح لا تزعل. أخيرا سهرة خميس سعيدة، حكينا شوي هيك، كترنا حكي على القضاة والمحامين. لا تؤاخذونا العتب على قد المحبة والاحترام. لستم الوحيدين ولكنكم الأفضل. بنظري أنا قضاة طرطوس رائعين، بحبهم أنا الكل، الكل، حتى الأستاذ هيثم حرفوش بحبه عشان ما يزعل. بكل الحالات نتمنى الخير للجميع. كل يوم في شيء جديد، ولكن بتمنى من الكل يتابعوا الأخبار بدقة، يتابعوا وسائل الإعلام الحيادية، مو الفيسبوك، مو الفيسبوك، مو الفيسبوك. كل يوم هناك شيء جديد والأمور تتسارع. يا رب الخير للكل. تحياتي لكم، الله يسعد مساكم وتصبحوا على ألف خير.